السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجة جديدة الا وهي البوليمورفيزم. البوليمورفيزم الترجمة بتعني تعدد الاشكال. طيب، يعني ايه تعدد الاشكال؟ عايزين مثال ونفهم معنى الكلمة دي. بص يا سيدي، تعدد الاشكال بتعني ان حاجة واحدة بتعمل اكتر من حاجة بشكل مختلف. تاني، حاجة واحدة بتعمل اكتر من حاجة، ولكن الحاجة دي بتتعمل بشكل مختلف عن اللي قبلها. طيب، ادينا مثال برضه عشان الامور توضح، لان ما احناش فاهمين بالظبط. هقول لك مثلا انت كشخص معاك موبايل وفيه زرار باور، وعندك لابتوب وفيه زرار باور، وعندك مثلا تلفزيون وفيه زرار باور. خلي بالك، ده زرار باور وده زرار باور وده زرار باور، التلاتة نفس زرار باور. تمام، صح؟ ولكن لما بتستخدم او بتستدعي الزرار باور في الموبايل بيعمل ايه؟ تقول له بيشغل الموبايل. طب لما تستدعيه وهو في التلفزيون، والله بيشغل التلفزيون. طب لما تستدعيه وهو مثلا في اللابتوب، تقول له والله بيشغل اللابتوب. اذا نفس زرار الباور اللي موجود، ولكن مهمته بتختلف من شكل لشكل اخر. هو ده البيليمورفيزم. يبقى البيليمورفيزم تعدد الاشكال. يعني ايه تعدد الاشكال؟ يعني حاجه بتظهر او بتتعمل باكتر من شكل، او حاجه واحده بتنفذ اكتر من حاجه مختلفين، زي ما شفنا على ايه؟ زرار الباور. جميل. طيب، ده في الواقع. طيب في البرمجه يعني ايه؟ في البرمجه مثلا ان وليكن عندك ميثود، والميثود دي بتشتغل كل مره بطريقه مختلفه، يعني متعدده. طيب، امتى الميثود دي بتكون متعدده الاشكال؟ هناخد مثال من اللي احنا واخدينه قبل كده. احنا عندنا الانيمال، صح؟ صح ولا لا؟ طيب، ده الكلاس الانيمال اللي هو الكبير، اللي بسميه الكبير، اللي هو البيرنت كلاس. طيب، في فانكشن اسمها ايه؟ ايد، صح؟ جميل. طيب، الايد دي لما كانت في الكات، مش هي نفس الحاجه، نفس الميثود؟ هتقول لي ايوه. هقول لك ان كان هنا الامبلمنتيشن بتاعها ايه؟ ان الكات بتاكل فيش. طيب، نفس الميثود اللي اسمها الايد، بس لما كانت مع الدوج كان الامبلمنتيشن بتاعها ان الدوج بياكل تشيكن. طيب، نفس الميثود لما كانت مع اللايون برضه كان الامبلمنتيشن بتاعها مختلف، ولكن كان بياكل كاكا. تمام. يبقى خلي بالك، الايت اللي هنا هي الايت اللي هنا، هي الايت اللي هنا، هي الايت اللي فوق. كلهم واحد، كلهم نفس الايت، كلهم نفس الميثود، كلهم نفس زرار الباور. ولكن اللي بيختلف بقى هنا مين؟ الامبلمنتيشن. اذا الشكل ده مختلف عن الشكل ده، مختلف عن الشكل ده. اذا انا عندي هنا اسمه تعدد الاشكال. جميل. جميل. طب مثلا انا هروح مثلا للمين، هعمل لستة، او هعمل اوبجكت من الكلاس اللي اسمه انيمال، او خليها ليست. تمام، من الانيمال. جميل. وهقول مثلا اسمها انيمالز مثلا. تمام. والليسته دي فيها ايه؟ فيها اوبجكتس مختلفه من الكلاسات اللي عندي. يعني ايه؟ يعني عندك حاجه اسمها كات، اوبجكت من الكات، وعندك حاجه اسمها عندك حاجه اوبجكت من الدوج. تمام. وعندك اوبجكت من مين؟ من اللاين. تمام. الشكل ده هنتكلم عليه بعدين، بس كاننا بناخد اوبجكت دلوقتي هنعرف معلومه عن الشكل ده. تمام. لما تيجي مثلا فرضا تقول له الانيمالز، انت عايز تعمل برنت لمين؟ للانيمالز اللي هي الميثود اللي عندك، للاندكس اللي موجود اللي هو مثلا زيرو،
تمام. طيب من الاندكس اللي اسمه زيرو هتجيب مثلا عندك الميثود اللي اسمها ايه، اللي اسمها ايه، لا سوري مش برنت، حاجه اقول له ان من الاندكس الانيمالز دي ليست فيها مجموعه اوبجكت من الانيمالز مثلا، فانا عايز اللي هو الاندكس الاول اللي هو الاوبجكت الاول، فبالتالي هقول له دوت ايت. تمام. ومثلا فرضا هقول له عندي نفس الحاجه دي ولكن مع الاندكس واحد، وهنا الاندكس مثلا اتنين، ونعمل برنت ونشوف. اه هتلاقي ان عندك برضو فيش وتشيكن ومين وكاك، رغم في حاجه خلي بالك دي نفس الميثود ونفس الميثود ونفس الميثود، ولكن شكلها تغير من كلاس لكلاس ايه، لكلاس تاني. يبقى دي بالنسبه لي البوليمورفيزم. يعني ايه بوليمورفيزم؟ يعني تعدد الاشكال. ايوه ماشي، يعني إيه تعدد الاشكال؟ يبقى عندي نفس الحاجه ليها اكتر من شكل، او ليها مهام ايه، مهام مختلفه. يبقى اذا ده كان كلامنا عن مين، البوليمورفيزم. استناك الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.